صباح الخير. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة بيقولوا عليها طاقية السلطان لكن هي الحقيقة هي عجينة البريوش، وعملناها قبل كده عجينة البريوش وبيتعمل منها معجنات كتيرة. بس هم طلعوها الترند الجديد ان هي طاقية السلطان، فاحنا قلنا زي بعض طاقية السلطان بقى، وعاملاها على عجنتين او عاملاها مرتين. تقولي بقى طاقية السلطان وتقولي طاقية ابن السلطان كمان، يعني عاملاها واحدة كبيرة وعاملة واحدة صغيرة. هي بيتعمل منها معجنات كتيرة، بس زي ما شايفينها كده، شايفين الشوكولاتة اللي طالعة منها النوتيلا، يعني هي حلوة جدا جدا وبسيطة، مش هتاخد منك وقت خالص. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا فايزة عبد الله. دي المكونات بتاعتها أنا حطها كلها علشان ما أنساش حاجة أو علشان تبقى قدامكم. أول حاجة هنبدأ بيها، هحط الخميرة البودر، هحط عليها السكر، وبعدين هحط عليها اللبن والمية. أنا حاطة اللبن والمية مع بعض، عاملاهم كوباية لبن وربع مية أو أقل من ربع مية علشان تختبري الخميرة. أنا قلبتهم كده مع بعض كويس. أنا بوريكي بس إن أنت عشان تختبري الخميرة، لكن لو أنت واثقة من الخميرة مفيش مشكلة تعملي المكونات كلها على بعض. أنا غطيتها مفيش أقل من 5 دقايق. الجو دافي، مش برد، فهي الخميرة كويسة. تاني حاجة، أنا حطيت بيضة وبياض بيضة وخليت الصفار لوحده. هقلبهم كده، طبعا في بيض يبقى حطيت فانيلا. حطيت عليهم الخميرة اللي باللبن، وهحط بقى زيت زي ربع كوباية أو أقل من ربع كوباية. هقلب كده كل المكونات مع بعض، وبعدين هحط الدقيق شوية شوية. كل ما تحط شوية دقيق قلبي كده بالسباتشلا. هحط ذرة الملح، هحط كده بقية الدقيق، هقلب كده كويس كل العجينة كده بإيديا. أنا مش مالكة، بس شوية بالجلافز، بس هقلبها كده كويس. وبعدين هحط رشة دقيق كمان، هكمل كده بقية الدقيق لما احس ان هي مش مسكت قوي، لان هي لازم تكون العجينة ملزقة شوية. بس مجرد ان هي تلم شوية، هاخد كده بالتقريب العجينة هقسمها نصين. هاخد نص عشان احط عليه الكاكاو. هحط معلقة من الزبدة طبعا لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. هحط عليها معلقتين كبار من الكاكاو او اكتر من معلقتين حسب درجة الكاكاو اللي عندي. ده كاكاو لازم يكون خام، وكاكاو يكون نوع كويس. لما تكون عايزة نتيجة كويسة للمعجنات أو للحلويات، الكاكاو يكون نوع جيد. ده كاكاو أنا يعني بجيب دايما الأسباني. ده كاكاو كان جاي لي من بره الحقيقة، بلجيكي، حلو جدا. فأنا حطيته كده. هتاخد منك شوية في العجن مع الزبدة والكاكاو، بس هي هترجع برضو لغاية لما تتكون العجينة كده، اللون كلها تبقى واحد. تقعدي تخبطيها كده. كل ما بتخبطيها كده، كل لما العجينة بتبقى هشة معاكي، وتبقى يعني العجينة ملساء زي ما شايفينها كده. كده أنا عملت العجينة اللي بالكاكاو أو العجينة اللي هي البني. بصي كده، ما تدوسي عليها كده بإيديكي تحسي إن العجينة يعني حلوة ناعمة. هغطيها كده بالبلاستيك راب، هسيبها تخمر. لو عندك هو الجو لسه دافي مش برد، حطيها في الفرن، حطيها في مكان يكون دافي. معايا القطعة التانية اللي هي البيضة، حطيت عليها معلقة الزبدة برضو. هقلبها كده كويس. هتحس ان هي بتفك كده من بعض، بس برضو هترجع تلم. همسكها كده ألمها وأقعد أخبطها كده بالطريقة دي. الطريقة دي بتخلي العجينة بتبقى حلوة في العجن بتاعها علشان الجلوتين بتاعها. فمادة الجلوتين كل لما تعمليها تخبطيها كده بتعمليها في العجينة. برضو غطيتها كده بالبلاستيك راب. هخليها بقى حسب الوقت عندك ودرجة الحرارة. ممكن تسيبيها بقى نص ساعة، ساعة، حسب خمرها برضو.
وطبعا برضو نصيحة ما تكونيش مكترة الخميرة، عشان الخميرة لما بتكون قليلة بتبقى بتخمر براحتها. دي كده العجينة عندي بعد لما خمرت، شايفين ما شاء الله العجينة تضاعف حجمها. أخدت حوالي نص ساعة، ساعة إلا ربع. على فكرة العجينة الكبيرة اللي هي دي اللي هي خمرانة، دي أنا عملتها وقطعتها وحطيتها في الصينية، بس للأسف دي ما عملتش. أنا عملت برضو العجينة التانية دي اللي هي الصغيرة، عشان أنا كنت عايزة أعمل واحدة تانية صغيرة. فأنا كده بفردها، حطيت رشة دقيق، وهتعمليها على شكل مستطيل بالشكل ده. هتفردي فيها كده بالفرادة. والتانية برضو عملتها اللي هي بالكاكاو بالشكل ده. بتفردي فيها لغاية لما يبقوا الاتنين كده قد بعض تقريبا. فبس يعني بمجرد النظر كده ان هما يبقوا متساويين. وبعدين هشيلها كده البني اللي هي بالكاكاو، هحطها على البيضة، العجينة البيضة، وبعدين فردتهم الاتنين على بعض. وبعدين هجيب عندي النوتيلا، هروح حطاها عليها. على فكرة عايزة تحشيها مربى، ممكن تحشيها مربى، ممكن تحطي فيها مكسرات، يعني اللي انت عايزاه، تحطي فيها زبيب وجوز هند اللي متوفر عندك. انا عندي الشوكولاتة قطعتها، هبدأ ألفها كده، يعني هسيب ربع تقريبا، وأنا بلف زي ما كأنك بتلفي السينابون كده بالشكل ده. وبعدين هبدأ كده بالسكريبر او بالقطاعة بتاعة البيتزا، اي حاجة، بسكينة زي ما شايفين كده. انا بقطع كده اكنها صوابع، وبعدين هبدأ الفها كده بالشكل ده، عشان تيجي بين اللون البني واللون الابيض. شايفين انا بلفها ازاي؟ بمسك العجينة من الحرف والف كده بالراحة عشان ما تتشدش. وبعدين انا مخليها محملة مش رفيعة علشان ما تتقطعش. هكمل كده بقية اللفات او الشرايط اللي انا عاملاها دي، وبعدين هلفها برضو. هكمل بقية لف الرولز بالشكل ده. عندي دي الصينية الصغيرة برضو انا دهنها وحط عليها ورقة زبدة، هغطيها برضو بفوطة، هحطها برضو تتغطى حوالي نص ساعة او ساعة لغاية لما تخمر كده. انا طلعتها لما خمرت معايا البيضة، حطيت فيها الفانيلا وحبة لبن، وبعدين هدهنها بالراحة قوي علشان الخمر بتاعها ما اضيعهوش بالفرشة بالشكل ده. كده طلعتها من الفرن. هي بتاخد بعد السوا، بتاخد في الفرن 10 دقايق بالظبط. فرن تكون عالية على درجة حرارة 220، وبعدين حوالي 10 دقايق. خدي بالك قوي ان هي عشان ما تقعدش في الفرن كتير وتنشف. انا لما طلعتها فطبعا رحت حاطه عليها معلقة لبن بالزبدة. اللبن والزبدة بيديها طراوة شوية، وبعدين تغطيها فهتفضل طرية. شايفين اللمعة بتاعتها وشايفين الشكل بتاعها. وممكن تحطي مربى مشمش تكون سايلة شوية برضو تدهني بيها لو متوفرة عندك. والتانية دي اللي هي الصغيرة، والصغيرة خالص دي كانت قطعة كده زادت وأنا بحطها. فعملتها كده في فورمة كده. شايفين الشكل بتاعها؟ شايفين هشة ازاي؟ ودي كانت عملتها على شكل وردة. دي كانت قطعة من اللي هي بالكاكاو. شايفين الشكل بتاعها؟ يعني عملت منها 3 أو 4. الصغيرة خالص دي والأصغر اللي هي الصينية كانت مقاس 18، والكبيرة مقاس 22. فده الشكل النهائي بتاعها. هنقطعها بقى كده بعد لما هديت شوية. شايفين الشكل بتاعها عاملة زي الرولز بالظبط، السويس رول. شايفين ان النوتيلا، وشايفين العجين بتاعها. بوريكي العجين بتاعها هش ازاي، والريحة بتاعتها حلوة جدا عشان انا حاطة فيها النوتيلا. انت برضو الحشو اللي انت عايزاه ممكن تحطيه اللي متوفر عندك. يا ريت تجربوها بقى. عايزين تعملوا الكبيرة، اعملوا بقى طاقية السلطان، تعملوا طاقية ابن السلطان، تعملوا البريوش. يا ريت تجربوها، ويا ريت تقولوا لي رأيكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا فولو
على الفيسبوك، وتكتبوا لي كومنت تقولوا لي رأيكم ولايك عشان يوصلكم كل جديد، وعشان عايزين الكل يستفيد من أي حاجة أنا بنزلها. وإلى اللقاء في فيديو جديد.